احنا النهارده عايزين كده نحط نفسنا جوه المعجزه دي، ونقول مش عايزين نسمع كلام الناس بقى عادي. مش عايزين نكون احنا نفسنا بنأدي نفس الدور اللي أداه التلاميذ، ونفس الدور اللي أداه الجيران، ونفس الدور اللي أداه الكتبة الفريسيين، ونفس الدور اللي أداه أبو المولود أعمى وأمه. إحنا النهاردة عايزين نكون المولود أعمى. عايزين النهاردة أقول يا رب نور عينيا، أنا مش فارق معايا كل ما يقال عني وما يقال لي، مش فارق عني كل الزحمة دي كلها يا رب. أنا يا رب النهاردة عايز أعمل زي المرأة نازفة الدم اللي كان حوالين المسيح زحمة 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 زحمة، لكن هي الوحيدة اللي نالت الشفاء. وقال يسوع: من لمسني لأن قوة قد خرجت مني. ادخلوا الزحمة والهيصة والمهرجانات والبهرجانات، الله لا يشمخ عليه. في حياة سرية، حياة متصلة بين الإنسان وبين ربه. اوعى الجامع اللي حواليك يعوقك والآراء بتاعت الناس: يا عم نبقى نروح مرة تانية وبنعترف بعدين. أصل روح هتعترف تقول إيه؟ أقول ربنا أنا زنيت وسرقت وخدت كذا وعملت كذا. قد الناس اللي بتقول لك عليه. اعمل زي زكا. لم يقدر زكا أن يرى المسيح يسوع بسبب الجمع، بسبب الناس. عمل إيه زكا؟ قال لا 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 لا، لازم أشوفه. راح طلع فوق الجميزة وقعد يتطلع في وجه يسوع، وفوجئ أن ربنا بيبص له: انزل يا زكا، اسرع اسرع وانزل يا زكا، لعلها دعوة لي وليك. اسرع وانزل، لأنه ينبغي لي أن أكون اليوم في بيتك. بنسمع الإنجيل ده عشرات المرات وبنقراه ونقول يا سلام يا بخت المولود أعمى. طب ما يا بختك أنت كمان ويا بختنا كمان. ما هو اللي نور عليه زكا موجود معنا مع المسجد. اللي نور عليه زكا ينور عينيا وينور عينيك. اللي نور عينينا المولود أعمى ينور عينيك وعينيا النهارده، ويديك ويدين استنارة وطهارة وبركة، وتروح النهارده تقول أنا الوحيد النهارده اللي المسيح خدني في حضنه. وأنا أقول لك نفس الكلمة وأنت تقول نفس الكلمة، وكل واحد فينا يحس إن ربنا يسوع ده بتاعه هو بس.